دايما كنت بتسأل ايه الساعة اللي معاك. موديل الساعة اللي معايا ما كنتش برد عليه لان اصبح ما بقاش موجود للاسف. في موديلات بتنزل وبعد فترة بتختفي او بتوقف تصنيعها، بتبتدي ينزل موديلات احدث، وهو ده السوق زي كده في الموبايلات. ولكن في الفترة الحالية انا رديت على السؤال ده لان ظهر كمية موجودة على موقع Okazin.com كانت متخزنة من الساعة الدي تي نمبر 1 الترا. دي من اوائل الساعات اللي نزلت الالترا، وهي موجودة دلوقتي بكمية محدودة وبسعر طبعا اقل من ما نزلت. طبعا اول ما نزلت كانت ب 1000 وشويه، دلوقتي سعرها لا يتخطى 700 جنيه. بس روح اشتري من موقع Okazin.com واكتب ان انت من مشتركين القناه، هتحصل على هديه كمان لما تطلب الساعه. وده نفس موضوع حلقتنا. احنا برضو معانا الجيل الجديد من الدي تي، الشركه اللي غابت فتره ورجعت لنا بالساعه القمر دي، الساعه التحفه دي، دي تي اكس نمبر 1 الجيل العاشر، احدث اصدار. واللي الناس ما تعرفوش ان الشركه نزلتها قبل ما شركه ابل تنزلها اصلا، وهي دي الساعه. هنتكلم عن تفاصيل الساعه دي، مليانه انبهارات. عايز اقول لك اول حاجه ان فيها مساحه 3.5 جيجا، وينفع توصلها بالكمبيوتر او اللابتوب وتنزل عليها بقى صور وفيديوهات وكمان موسيقى زي ما انت عايز، وينفع تربطها مباشره بالايربود وتسمع الموسيقى كانك معاك MP3 يعني بشكل منفصل عن الموبايل خالص. كمان فيها خلفيات بما لا نهايه، خلفيات متحركه، فيديوهات وصور، اضاءتها حلوه جدا تحت اشعه الشمس. بص هنقعد نتكلم عن مميزات كتير قوي. قبل ما نروح نتكلم عن مميزات الساعه، اعمل لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، واثبت حضورك بكومنت. يلا بينا نروح نشوف تفاصيل الساعه. تحفه. عشان الناس تبقى عارفه، العلبه الاصليه من التقليد، ده شكل العلبه الاصليه زي ما احنا شايفين كده في الاضاءه. هيلمع معانا الساعه نفسها، تحسها بارزه هي والكتابه فقط، بس دول اللي بارزين وبيلمعوا زي ما احنا شايفين كده اهو. والكلام طبعا اي كلمه بتكون بارزه ما عدا الجيل العاشر دي، لكن الدي تي بارزه هي والساعه، واللوجو كمان ده ستيكر هنا، ده لا مش بارز، دي اللي بارزه برضو. الساعه بتيجي بمقاس 46. معانا اللون الجولد النهارده. ده الظهر بتاع الساعه دي تي اكس، اشتغل بالابلكيشن، وده QR كود بتاعها. وهنا عامل لك حركه حلوه قوي، ده QR كود خاص بالمانيوال او كتالوج لو انت مش معاك، بيشرح لك كل التفاصيل. وهنا بيقول لك ان المنتج ده مش منتج طبي زي ما انا بقول لك، ولا يعتمد على قياسات. وكاتب لك طبعا اهم 2 مميزات للساعه، انها سوبر سبيد تشارج تكنولوجي، اسرع تقنيه شحن موجوده، 10 دقائق تشحن الساعه تكفيك يوم واحد. هنشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. وهنا في USB فلاش مود، تقدر توصل الساعه على USB على الكمبيوتر. وهنا حاطط لك اهم فيتشر بقى، ان هي شاشه اموليد وفيها مساحه كبيره. هقول لك المساحه كام. ممكن تشغل ايربود مباشره مع الساعه من غير ما تحتاج التليفون، وفيها موسيقى داخليه على الذاكره، وتقدر تنزل فيديوهات وساوند ريكورد او تسجيل صوتي، وكمان البوم صور. وهنا الانيميشن اللي جوه بتبقى 3D او التنقلات بتبقى 3D. دي اهم الفيتشر فيها. وده شكل العلبه. يلا بسرعه نفتح مع بعض. واو، انا عاجبني الباكينج والالوان والديزاين، عاجبني جدا. ده شكل المانيوال، برضو عامل لك QR كود بتاعه مالتي لانجوج مانيوال، تمام، نفس الQR كود اللي على ظهر العلبه. وهنا بقى في كل الحاجه، بيقول لك ازاي تنزل ابلكيشن وكل الكلام ده كله. طبعا ما حدش بيقرا الكلام ده، موجود باللغه الانجليزيه والصيني. بعد كده هنلاقي الشاحن بتاعها مميز. هتقول لي ازاي مش وايرلس؟ هقول لك ليه. الشاحن بتاعها بالنات عشان تقدر توصلها على USB للكمبيوتر. بما انك هتوصلها تنزل حاجات بقى وفيها مساحه داخليه وكده، فنصيحتي ليك طبعا اللي بقولها لك في كل فيديو، تشحنها على شاحن 1 امبير، كمل على شحن USB بتاع الكمبيوتر او اللابتوب لو انت هتنزل عليها اي حاجه. بعد كده هتلاقي الاستراب اللي جاي معاها الجميل ده، استراب قماش شكله تحفه. طبعا بيبقى فيه اللوك بتاع الاستراب، القطع المعدن اللي في النص المختلفه ديت عن اللي موجوده في الظهر، موجوده في الجنبين. ده اول استراب. والاستراب روز او البينك الفاتح كده. اللون الجولد بيجي معاه الاسترابين دول. طبعا بينفع عليها اي استرابات، سيبك من 46 و47 يعني، دي استرابات تانية مثلا تركب عليها عادي. استرابات اشكال مختلفه موجوده كلها على موقع اوكازيون. واخر حاجه واهم حاجه هي الساعه، يجي عليها لزقه حمايه كده. وغالبا انا شايف ان راكب عليها سكرينه، مش عارف هي ظاهره ولا لا. اهي سكرينه، دي سكرينه راكبه عليها. شكل الساعه طبعا تحفه. هنلاحظ ان في الظهر مفيش بنات حديد زي اللي موجوده في الشاحن. هو يعتبر وايرلس ولكن ليه عدله معينه كده. بص مش بيركب، بص لازم تظبطه معين كده، لازم يبقى دي مع دي كده اهي. وهو يعتبر وايرلس ولكن البنات دي موجوده، مفيش ليها قصادها بنات تانية. وهنا اللوك اول مره نشوفه صريح كده وواضح ان هو معدن زي ما احنا شايفين كده. اللوك معدن
شكل الزرار، لون الجولد تحفه قوي، وده زرار البوتوم وهنا المايك. الجنب التاني شكل السماعات شكلها مميز قوي بتاعت الجيل العاشر للابل الترا. ويبقى كده دي محتويات البوكس: 2 ستراب، شاحن، الساعه، كتيب التعليمات. خلينا الاول نتفرج على جمال الساعه. زي ما احنا شايفين كده تحفه فنيه، والظهر بتاعها والسنسورات شكلها مختلف ومميز. قبل اي حاجه موضوع الاسترابات عشان الناس تبقى مطمنه، استرابات مثلا زي كده اغلبها هيركب على الساعه مسافه 49 عادي. خلينا اوريك ده استراب الالترا برضو في لوك، هنوصل كده ونشوف. منتهى السهوله ومفيش اي بروز او اي حاجه على الساعه، بالظبط زي الفل وما بيخرجش. طبعا اللوك معدن مش هيتكسر معانا، اضغط واسحب بمنتهى السهوله. كذلك نفس القصه اللون الاورنج. نشوف الاستراب الرياضي مثلا، الشكل ده هي اكتر معاها من استرابات الالترا. منتهى السهوله وكل حاجه، والاستراب ما بيخرجش، شكله شيك جدا. فما تقلقش من موضوع الاسترابات، تقدر تشتري اي استراب للساعه دي او اي ساعه موجوده من خلال موقع وتطبيق اوكازيون.com. يلا بينا بقى نشغل الساعه ونضغط على الزرارين اللي في الجنب دول ضغطه طويله. بص حتى الفتح بتاع الساعه عامل ازاي، هلو، وتختار اول حاجه اللغه. ركز بقى معايا من اول ما بنمسك الساعه، بص الحواف بتاعت الشاشه عامله ازاي معانا في الاضاءه، وبص الانيميشن، وبص ركز في كل التفاصيل بتاعت الساعه دي. هنا بيقول لك بقى عشان تربط الساعه نزل الابلكيشن، ويلا بينا نبدا. بص خلفيه الشاشه فظيعه، احلى ما في الساعه دي الشاشه. بص تضغط هنا كده مثلا، الوان بتتغير. بص نسحب اول حاجه كده، هيقول لك انت تضيف المكون اللي انت عايزه عكس الساعات التانية خالص. طب لو سحبنا كده هيجيب لك سجل التمارين بقى، تنزل تحت كده تشوف كل التمارين بتاعتك اللي انت عملتها، وكمان الاحصائيات بتاعتك. نسحب تاني بقى كده هيجيب لك نبض القلب. نسحب تاني الطقس، لازم تكون رابطها بالموبايل، مشغل الموسيقى. تقدر تضيف اي مكون انت عايزه بقى. بص المكونات بتاعتها اشكال وحاجات كتير قوي تقدر تضيفها زي ما انت عايز. ودي كده شكل القائمه اللي على اليمين. نسحب بقى من تحت لفوق هيجيب لك بقى التاريخ والوقت والاختصارات الرياضيه او سجل النشاط الرياضي والنشاط الصحي والطقس طبعا لمده اسبوع، منبهات، مشغل موسيقى، احتساب ساعات النوم العميق، اختصارات بقى للاوبشن الرياضي والصحي، واخر حاجه قائمه النظام. تدخل عليها كده هيجيب لك شكل القائمه. بصراحة الساعة فيها شكلين بس للقائمة، الشكل الطولي ده واللي أنا بفضله طبعا عشان بيشرح كل حاجة في الساعة، والشكل التاني. وطبعا ما تتغيرش بضغطتين بسرعة من الشكل ده، لا مش هيغير معاك، مش زي الساعات التانية. هنا سيستم مختلف شوية. تنزل تحت بس كده وتجيب عرض القائمة، تنزل تاني تحت لو انت مش عايز الشكل ده هتجيب العرض الشبكي. يبقى عندنا شكلين للقائمة، الشكل اللي انت شايفه ده بالسلاسة دي بالشكل الجامد ده كله. لو انت حابب بتطلع وتنزل كده، مفيش تكبير وتصغير، وهو بيطلع وينزل كده او كده. خلينا في الشكل الطولي عشان نشرح كل حاجه. الستاره اللي فوق والاشعارات اللي هتجيلك على الموبايل لما تكون رابط الساعه بالموبايل. كده جبنا كل الجوانب من الساعه. ندخل على قائمه من الزرار ده. قبل ما نشرح القائمه اقول لك الزرار اللي في الجنب الثاني بيعمل ايه. كل زرار خلي بالك ليه اكتر من وظيفه. ضغطه جاب لي الستاره التحفه دي اللي احنا متعودين عليها، تبقى ستاره من تحت كده في الساعات الثانيه، ولكن هو جايبها لك من الزرار ده اللي هي الاي الانفو، اللي هي كل حاجه عن الساعه. ده اسم الساعه، اسم البلوتوث، ده اسم الجهاز C166B3، ده اسم الساعه. هنا QR كود الخاص بالابلكيشن، تعمل له سكان وتنزله. يعني لو مش معاك الكتالوج او العلبه حتى مش مشكله. هنا البلوتوث بتاع الساعه، يقول لك وضع الهاتف لو انت هتعمل لها كونكت بالهاتف، وهنا الوضع المحلي العادي، وكمان هنا ساعه النمط. تبحث عن الايربود بقى لو انت عايز تربط الساعه بالايربود مفيش اي مشكله مباشره. هنا نسبه الشحن، هنا السيتنج، وهنا البحث عن الهاتف، وتقدر تعمل تعديل وتشيل وتضيف اي حاجه انت عايزها. هنا مثلا رفع اليد لاضاءه الشاشه، وضع موفر الطاقه، اشكال بقى NFC، وخلاص ضيف اللي انت عايزه في الستاره دي. الستاره دي جايه من الزرار ده. وهنا فوق زي ما انت شايف كده، ركز بقى معايا، هتلاقي جايب لك انها متصله بلوتوث سواء عادي بالموبايل او مكالمات او الايربود، فهي مش متصله باي حاجه. لو متصله هتلاقيها منوره معاك. طبعا الزرار ده والزرار ده ليهم اكتر من ضغطه. ضغطه طويله كده هيجيب لنا سيري او خدمات جوجل حسب ما انت هتربطها بالايفون او الاندرويد. اما الزرار ده ضغطه طويله هيجيب لنا تقفل الساعه، تعملها اعاده تعيين، صفاره انذار، رقم الطوارئ SOS. لسه الزرار اللي تحت ده ليه اكتر من ميزه. كل زرار بقول لك ليه اكتر من ميزه. احنا لو ضغطنا عليه 3 مرات ورا بعض بسرعه هيجيب لنا النشاط الرياضي زي ما احنا شايفين كده. دي كده كل الاوبشن الرياضي، وده شكل النشاط الرياضي عامه. تقدر تقفل كده
خلاص تمام. ندخل بقى على القايمه، هتلاقي سجل النشاطات الرياضيه اللي احنا جبناه من بره، برضو نفس القصه بكل حاجه، نبض القلب. وهنا ده المميز، بص لو انا مش لابس الساعه السنسور اصلا مش شغال، ويقول لك لا البس الساعه. طب خلينا نجرب ان احنا على اي سطح عادي ونشوف هيقيس ولا لا. برضو بيقول لك البس الساعه، يعني انت مش هتضحك على الساعه دي، لازم تكون لابس الساعه على الجلد زي كده مثلا. هنا كده هتلاقي السنسورات اهو، السنسورات شغاله، عشان هنا ده جلد بقى، حس بيه ان ده جلد حقيقي وهيبتدي يديك قياسات. رغم ان هو كاتب ان هو مش منتج طبي، ولكن الساعه ما بتهزرش، مش هتديك قياس غير وانت لابسها على الجلد فعلا حقيقي. بعد كده نسبه الاكسجين في الدم، وخلينا نجرب الاكسيميتر، ده منتج طبي طبعا، ونجرب مع بعض نبضات القلب مثلا، ونشغل ونشوف. النتيجة قريبة من الاكسوميتر، 90 وهنا 99 وتحت 88 وهنا 87، يعني الاثنين قريبين من بعض. وزي ما هو كاتب اصلا هي مش منتج طبي. وحركة اللي هي الاوبشن الرياضي اللي احنا جبناه من بره من الزرار ده، لو انت عايز تجيبه بمنتهى السهولة، وشكله كام تمرين رياضي، 10 تمارين رياضية. هنا سجل التمارين الرياضية ده مختلف عن التاني، ده التاني سجل النشاطات الرياضية. هنا احتساب ساعات النوم العميق، نمت قد ايه وصحيت قد ايه والكلام ده كله، وبيعمل لك احصائيات ليها. ضغط الدم نفس القصه، لو انا مش لابس الساعه السنسور مش هيشتغل، وهتقول لك البس الساعه. الموسيقى، ركز بقى معايا في مشغل الموسيقى ده عشان مهم جدا. انا لو ضغطت هنا على العلامه دي هختار البلوتوث اللي احنا جبناه من بره، ووضع الهاتف لو انا كده هتحكم في موسيقى الهاتف او الموسيقى اللي على التليفون. طبعا انا مش رابطها بالتليفون، هضغط عليها تاني. لو انا عايز اشغلها مع الايربود هخليها اخر واحده، واعمل بحث واربطها بالايربود. طبعا عايز اسمع الموسيقى على سماعات الساعه نفسها ونشوف الصوت عامل ازاي، هخليها الوضع المحلي واشغل كده. دي الموسيقى اللي على الساعه نفسها، ده كده صوت الساعه. طيب ركز بقى معايا تاني، هضغط هنا على كلمه موسيقى، هيدخلني على قائمه كل دي اغاني موجوده على الساعه. اقدر اشيل موسيقى، بص، واضيف الاغنيه اللي انا عايزها. انا ضفت اغنيه لعمرو دياب هنا وموجوده وشغاله كل حاجه، بس طبعا مش هينفع نشغلها عشان حقوق الملكيه، ولكن تقدر تضيف اي اغنيه انت عايزها على الساعه. كده احنا عرفنا كل حاجه في مشغل الموسيقى. وهنا التوكس، لازم تكون رابط الساعه بالموبايل، تشوف الابلكيشن بتاع الساعه وهيبقى ليه فيديو مخصوص اسرع ربط للساعه. دي الساعه اللي معايا، بص، اسرع ربط متصل، انا ما لحقتش والله ما لحقت. خلاص كده الساعه ارتبطت بيه الموبايل. والتوكس طبعا اشتغل معانا زي ما احنا شايفين كده، درجات الحراره. هاتف لوحه الاتصال، اقدر اتصل من الساعه بدل من الموبايل عادي جدا، وسجل المكالمات والاشخاص اللي اقدر اعمل لها مزامنه عن طريق الابلكيشن بمنتهى السهوله. اتصالات متكرره زي ما احنا شايفين، اقدر اضيف لغايه 2000 اسم متكرر من خلال اضافه جهات الاتصال او مزامنه. مثلا كده انا ضفت رقم اوكازيون، بعد ما اضيفه من جهات الاتصال ادوس مزامنه هيعمل لي تزامن. بص منتهى السهوله. هدخل بقى على الهاتف هلاقي اوكازيون، اتصل عادي بمنتهى السهوله كده. بص ركز معايا، مكالمه صادره لاوكازيون كوم، وهنا شغاله على الموبايل نفس القصه بالظبط. واقدر اكتم الصوت او اوطي الصوت بتاع يسمح بإجراء المكالمة، الرجاء الشحن وإعادة المحاولة. تسجيل المكالمات، طبعا المكالمات الصادرة والواردة. يعني بص تحكم زي ما انت عايز. الساعة ممتازة جدا بالذات في الاتصال. هنا تمرين بيساعدك على الهدوء والاسترخاء، تمرين للتنفس. هنا خدمات سيري او خدمات جوجل، بيقول لك دوس هنا واتكلم لما تربطها بالموبايل. بعد كده منبه، اقدر اضيف منبهات هنا. بص اشكال، انا عايز مثلا منبه ده يرن وقت كذا الساعه كذا، بص تكرار وتبديل، واحدد الايام اللي هيرن فيها. كرر هنا مثلا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، كل يوم يرن عندي المنبه ده، او اقفل المنبه خالص. هنا دي الاشعارات او اي رساله هتجيلي على الساعه، وخلينا نشوف مع بعض. ده شكل الاشعار، طبعا انا مسجل الاسم بيجيلي عادي العربي بمنتهى الوضوح، الاسم والواتساب، الايقونه تجربتي لساعه دي تي اكس. يعني ما شاء الله العربي والانجليزي ما فيهاش اي مشاكل خالص. وبعد كده هنلاقي آلة حاسبه شاشتها واضحه، اقدر استخدمها بمنتهى السهوله، وزي اللي موجوده في الايفون او في ساعه ابل كمان.
هنا الموقت غير المنبه، هنا انا عايز ستوب ووتش بعد دقيقه، بعد 10 دقائق، زي ما انا عايز اقدر استخدمها. الالعاب هنا في 5 العاب هنشوف مع بعض، اللي هي ان انت تفتكر الاماكن. هنا ده الخروج، وهنا لعبه الثعبان، ولعبه الطيور، وهنا لعبه الالوان، واخر لعبه معانا كده ال5 العاب. هنا مسجل الصوت، اقدر اسجل صوت مباشره، ماليش دعوه بالموبايل خالص. يعني انا مش رابط الساعه بالموبايل، اقدر اسجل صوت ميمو او مذكره صوتيه زي اللي موجوده في الموبايلات الاندرويد والايفون. طبعا لو انا هنسى حاجه او اي حاجه محتاج ان انا اسجلها بمنتهى السهوله. وخلينا نجرب. ودي كده تجربتي للميمو او المذكره الصوتيه للساعه DTX لموقع occasion.com. كده لو وقفت التسجيل هسحب كده هيجيب لي المذكره الصوتيه اللي انا سجلتها بالتاريخ، تاريخ النهارده اهو، واشغل بقى الصوت. ودي كده تجربتي للميمو او المذكره الصوتيه للساعه DTX لموقع occasion.com. خليني اقول لك للامانه، وانت بتشغل الصوت بتاع المذكره هنا على الساعه بتسمع زنه بسيطه جدا انت مش هتحس بيها. واتمنى ان ينزل ابديت يحل القصه دي. هي الزنه مش في سماعه الساعه نفسها، هي في الابلكيشن نفسه، فممكن تتحل بالريكورد ان شاء الله. وانا شايف اول ما ربطت الساعه ان في تحديث وصل. هنشوف مع بعض التحديث ده، وهنشوف طريقه ربط الساعه في فيديو منفصل عشان ما نطولش على حضراتكم. بعد كده هنلاقي بوصله، لازم طبعا تحرك الساعه يمين وشمال كده عشان البوصله تشتغل معاك زي ما هو كاتب كده. انا عمال بدور الساعه كده يمين وشمال. طب خلينا ندورها كده. اشتغلت معانا اهي كده، البوصله شغاله. هنا علامه الاي وتعليمات البوصله. بص زي ما انتم شايفين كده، ده هي بس بتبقى اول مره، خلاص بعد كده هي شغاله معانا. بعد كده ستوب ووتش تانية مختلفه خالص. آلة التصوير، تصوير عن بعد بكاميرا الموبايل. ادوس كده هيعد معايا، اقدر اتصور عن بعد والموبايل بعيد عني، اخد صور سيلفي، صور زي ما انا عايز اهي. تم التقاط الصوره بنجاح. بعد كده البوم الصور، طبعا اقدر اضيف صور زي ما انا عايز عن طريق الابلكيشن او عن طريق اللابتوب اللي يعجبني. هنا هلاقي في الابلكيشن نقل الصور، اقدر اضيف بقى صوره وابعتها على الساعه. خلينا نشوف مع بعض. بص هدوس مزامنه ونشوف سرعه النقل عامله ازاي. بص انا بالنسبه لي دي اسرع ساعه، انا ما اتحركتش اهو وثابته. طبعا في مساحه كبيره اقدر اضيف صور زي ما انا عايز كده. اتبعتت وانا اصلا قبلها كنت باعت صوره تانية، بس خلينا نشوف الصوره اهي. الصوره التانية اللي انا بعتها دلوقتي اهي، وفي صوره تانية قبلها. الريزولوشن ممتاز بصراحه. بص معايا كده، جوده الشاشه اموليد، شاشه اموليد تحفه. بترجع باك بقى زي الموبايل كده، وبتدخل على الصوره كده عادي جدا، ترجع كده باك. برضو نفس القصه، اقدر اضيف فيديوهات والساعه بتشغل فيديوهات، ولكن هنا الفيديوهات هضيفها عن طريق USB على اللابتوب او الكمبيوتر، وهوريك ازاي في فيديو طريقه تشغيل وربط الساعه. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان انت تقدر تضيف فيديوهات عادي جدا على الساعه غير الصور، ومعاك مساحه كبيره 3.5 جيجا. هنا كشاف زي ما احنا شايفين كده، اضاءته قويه وكويسه. بعد كده خاصيه NFC، وهنا بيقول لك تستخدمها ازاي، سواء معاك بطاقه فيزا تدعم NFC او اي حاجه فيها NFC، بحيث ان انت تستخدم الساعه بدل البطاقه، مش كل شويه تطلع المحفظه او تستخدم البطاقه نفسها، هتستخدم الساعه على طول. البحث عن الهاتف، لو انت رابط الساعه بالموبايل هيبتدي يعمل صوت او فايبريشن حسب ما انت عامله الوضع بتاعه. وفي طبعا العكس موجود هنا، البحث عن الساعه، وبتعمل صوت لغايه ما تعمل على الساعه كده اهو. خلاص ندخل بقى على اهم حاجه وهي السيتنج. انت بتضيف اسمك بقى من خلال الابلكيشن، وهنا عرض الشاشه، كل حاجه خاصه بالسطوع بقى والخلفيات. هنا مثلا خلفيات هنتكلم عنها في اخر الفيديو، اقدر اضيف خلفيات زي ما انا عايز. والسطوع، مستوى السطوع بتاع الشاشه هو كان اللي ده على الوسط. وهنا دي بتاعت خاصيه الاولوزن ديسبلاي، فيها اكتر من شكل الاولوزن ديسبلاي. بص دي اشكال الاولوزن ديسبلاي كلها، مثلا ده الشكل ده، ويقول لك ان الاولوزن ديسبلاي بتستهلك من بطاريه الساعه. هنا الشاشه مغلقه، يعني الشاشه تطفي بعد قد ايه. كل ما تقلل الوقت كل ما هتقعد معاك وقت اطول الساعه. هنا تعيين الخلفيه، اقدر اضيف خلفيه لشكل القايمه اللي بره، مثلا ده كده. ادخل على القايمه، بص عملنا خلفيه، او اسيبها زي ما هي عادي جدا بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. لو مش هقدر اشوف اي حاجه، ولكن ما اقدرش اضيف صوره من تليفوني او من حاجتي على الخلفيه بتاعه
الشاشه، وهنا الفايبريشن ووضع الصامت افعله او اخليه شغال كده مطفي، يعني الساعه تعمل صوت، وده حجم الصوت بتاع الساعه، مستوى الصوت يعني لما ترن عندك، وشده الاهتزاز او الفايبريشن 1 أو 2 أو 3. شوف انا اللي هتلفت نظرك لما يجي لك اشعار. اعدادات اللغه هي اصلا بتبقى في بدايه الساعه، ولكن موجوده جوه فيها لغات كتير قوي، ويهمنا اللغه العربيه او الانجليزيه زي ما انت حابب. الرسوم المتحركه او التنقلات زي ما انت شايف كده، ده شكل التنقل، ممكن تعمله تكبير كده وممكن تعمله مكعب، في كذا شكل، وفي مكعب، وفي كذا شكل، يعني في حوالي 5-6 اشكال. فانا بخليها تكبير كويس جدا. نمط العرض شكل قايمه 1 أو 2 زي ما قلت لك، ما فيهاش غير شكلين. تقدر تظبط الوقت يدوي هو والتاريخ، مش محتاج ان انت تربط الساعه بالموبايل. قفل الشاشه يعني تقدر تعمل باسورد للساعه. هنا وضع الفيديوهات لو انت عايز تنزل خلفيه فيديو، يعني وضع عدم الازعاج، ووضع توفير الطاقه، ووضع الكابل هيبقى شحن بس ولا هتوصله على الكمبيوتر، هيبقى نقل البيانات زي الموبايل بالظبط. هنا اباوت او عن الساعه اللي احنا جبناها من بره، وهنا اغلاق وفيها صفاره الانذار والكلام ده كله لو انت عايز تقفل الساعه وتعمل لها اعاده ضبط مصنع. يبقى دي كده كل حاجه موجوده في الاعدادات. فاضل اهم واحسن حاجه موجوده في الساعه وهي الخلفيات. بص الخلفيه تحفه ازاي. ده انا طفيت لك الاضاءه كلها. طبعا الشاشه الاموليد زي ما انت شايف كده هي والاسود واحد. الشاشه بتاعتها لو وحشه هيبقى شكل او الوان الاسود هتبقى واضحه عن الظلام، يعني هتلاقيها فاتحه شويه، لكن هنا الاسود اسود فعلا. دي الاولوجن ديسبلاي اللي احنا اخترناه من شويه. بص بقى شاشه الالوان عامله ازاي معايا. بص الشاشه اموليد انت مش شايف اي حاجه حواليك، الدنيا ضلمه ايه، شايف الالوان بتاعتها تحفه ازاي. تعال نغير الخلفيه بقى، خلينا نختار حاجه سوداء عشان نشوف الالوان بتاعتها. بص كده معايا، شايف الشاشه عامله ازاي، شايف الاولوجن ديسبلاي عامله ازاي. ده هنا بقى في الاضاءه. خلينا نشوف بقى الخلفيات ما نطولش عليكم. بص الخلفيات دي هي خلفيه واحده، انا لسه ما غيرتش حاجه. نضغط ضغطه طويله في النص كده هيجيب لنا، ممكن تحذف الخلفيه عادي. بص كميه، يعني دي في واحده بس فيها اكتر من نمط. شايف معايا الخلفيات، كل دي خلفيات. واللي يهمني بقى فيها متجر للتطبيقات على الساعه نفسها، مش محتاج الابلكيشن. بص هنا متحرك، هنا رقم، هنا مميز، مؤشر بسيط، كل دي مناظر طبيعيه مثلا اهي تقدر تعمل لها داونلود. شايف كل دي الخلفيات موجوده غير الخلفيات اللي كانت بره، انت متخيل. بص مثلا هنا البسيط، كل دي خلفيات مقسمها لك كلاسيك بقى، الناس اللي هي بتحب الحاجات الكلاسيك والخلفيات السوداء مثلا مع الشاشه الاموليد ملهاش حل. نرجع تاني باك، بص كل دي ده المتجر اللي تقدر تضيف عليه الخلفيات، وهنا اصلا مليان خلفيات، وكل خلفيه مثلا زي دي كده فيديو، شايف كده ده فيديو تقدر تضيفه خلفيه. دوس مثلا دوسه طويله كده، في فيديو تاني برضو زي كده، شايف الجمال. خلفيه للساعه. عايز اقول لك بقى ان في خلفيات فيها اكتر من نمط. مثلا خلينا الورده ديت، بص دوس بيجيب لك اشكال ورد، يعني بص دي كل الحاجات اللي انت كنت فاتحها. فخلينا نرجع تاني على الخلفيه، فيها حوالي 18 خلفيه. بص ضغطتين على الشاشه كده ويبتدي يغير معايا الشكل كده. بص شايف معايا، شايف الانيميشن، شايف التحفه بتاعت الساعه دي. انا لسه بص معايا بقى في الخلفيات. هنا دي الميمو، لو انت عايز تسجل حاجه بسرعه اعمل لك اختصارات في الخلفيه دي. بص غير ان عقرب الثواني اصلا بيلف معاك ازاي. هنا مثلا دخلك على الميمو تسجل مذكره صوتيه بسرعه. هنا الطقس، هنا معدل ضربات القلب بسرعه، هنا الاتصال. بص بتغير لونها زي ما انت عايز. بص بقى لو ضغطت كده هيجيب لي قايمه، لكن لو ضغطت كده اهو 3 ضغطات رباع هيجيب لي بقى كل الحاجات اللي انا كنت فاتحها بشكل تاني غير الشكل اللي احنا جبناه في الاول، غير الشكل اللي احنا جبناه اللي هو ده. الشكل ده طبعا بيجي بضغطات بسرعه كده ورا بعض، هيجيب لك الحاجات اللي انت كنت فاتحها لو عايز ترجع لحاجه بسرعه، يعني من الحاجات اللي انت كنت مشغلها. هنا كده انا ربطت الساعه بالموبايل، عمل لي الايقونتين دول. لو انا ربطت الايربود هتعمل معايا برده باللون ده. انا لسه مش رابط الايربود. تشتري الساعه دي منين؟ هسيب لك رابط الشراء من خلال موقع تطبيق اوكازين.com، والتجربه قبل الاستلام.